السلام عليكم. اولا الله يرحم الشابين المغربيين اللي توفاو، الله يشافي الشاب اللي في السبيطار، والله يطلق سراح الشاب اللي باقي محتجز عند السلطات الجزائريه. انا اللي ما فهمتش هو ملي كتبت تدوينه كندوي فيها على المسؤوليه ديال فرنسا، انا عارف راسي اش كنكتب، انا ما كنتكلمش عن فراغ. اولا الواحد الا كيحمل الجنسيه ديال شي بلاد، هذيك البلاد كتحرك على ودو سالينا، تكون عنده جنسيه مزدوجه، يكون عنده اصل من بلاد واحد اخر، من المغرب ولا من هنغاريا ولا من اي قنت، هذاك الصمت مريب، وهذاك الصمت كيبين بانه هذيك الدوله ما عطياش قيمه للفرنسيين من اصول مغاربيه. سدات مادام بعد هذه النقطه هذه نحيدوها، وخاص يكون هناك تحرك من طرف السلطات الفرنسيه، لان المشكل اساسا وقع في مياه اقليميه جزائريه، لان هذوك الوليدات دخلوا بالخطا، رده الفعل كانت وحشيه وهمجيه، ولكن هذوك الوليدات دخلوا بالخطا وما عندهم جواز فرنسي. دوك المشكل الاساسي كاين ما بين فرنسا والجزائر. الان نتكلموا على الاصول المغربيه، الناس كيتحاملوا بزاف على المغرب، كيعايروا البلاد وما كيخليو ما يقولوا حنا رخاص عند الدوله. راه المشكل وقع مع دوله انت قاطع معها العلاقات الدبلوماسيه وسد معها الحدود وانقطع انت وياها، ودوله حمقاء ما عندها ما تخسر. واش دابا بالله عليكم واش نتوما باغيين الحرب ما بين المغرب والجزائر؟ خيار بليد بالنسبه للمغرب، خيار غبي. حنا عندنا ما نربحوا لنا لقدام، عندنا استثمارات اجنبيه مباشره، عندنا الفوسفات اللي واقف عليه العالم كامل، عندنا الجبل ديال التروبيك، عندنا 100,000 حاجه، الطاقات المتجدده، 100,000 حاجه باغيين نخدموا عليها في هذه البلاد، وحنا يلاه كنسلكوا راسنا ولا خرج من عنق الزجاجه. دخل الحرب مع حماق، تولي تقلب على المطيشه في السوق ب 700 درهم. دابا هي نتوما شنو باغيين؟ هاد الناس اللي هاد الفتنه هذه كامله، واو خصنا اش خاصك؟ قطع العلاقات الدبلوماسيه، سد الحدود، سياسيا انت ذكي بسياسه اليد الممدوده ولا اي حاجه واحده اخرى، داك ذكاء مغربي. علاش؟ لانه الملك عندما يتكلم عن اشياء بحال هذه كيفكر في مصلحه المواطن، هو الاول اللي عايش في امان في المغرب، ما كيتفرقوا عليه قنابل، ما كيطرف معاه حتى شي حاجه، ولان المسار ديال البلاد يحتاج الى السلام. يكون مناكفات، يكون برود سياسي، يكون تنافس استراتيجي، تكون حرب بارده، كاع ما عندنا حتى شي اشكال. ولكن علاش فرنسا ما تدويش؟ المغرب يقدر يعزي في الضحايا، يقدر يقدم مساعده للعائله، يقدر يتكلم كاع في الامم المتحده، ولكن المشكل اساسا ما بين فرنسا والجزائر. هذوك الدراري دخلوا بالغلط المياه الاقليميه الجزائريه، نهار الجزائريين دخلوا بالغلط للمغرب راه ما تسنى واحد الجندي جزائري جهبط وداهم. ولكن انت كتعامل مع بنادم ما عندوش العقل، وبركه من التحامل على البلاد. الله يرحم اللي ماتوا وما لقاوهاش فرصه اننا ندوزو. ما لقيتش انا عارف مغاربه ولا ناس واحد اخرين اللي كيكسبوا داكشي. واللي بغى يفهم يفهم، اللي حافظ وما فاهمش هذيك هضره واحده اخرى. والسلام عليكم. مسكين الله يرحمه موالف كنوريكم الحوت ياكم، موالف كنوريكم فيديوهات ديال الحوت. ها هما اليوم، ها شوفوا خوكم مسلم، شوفوا واخا يكون يهودي، واخا يكون كاسيحي، واخا يكون منين ما، شوف ترضاو هذا. ها هو مسكين، ها هو نوما بس التليفون، ويا ربي جا تحتي، ويا ربي جا تحتي، جا تحتي. ها هو مسكين، ها هو ميت. الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمك. راني عيطت للديزناف الاخوان وراهم جايين قالوا لي قعد حداه، قالوا لي يا ربي ترحمه، يا ربي تاخذ الحق في اللي كان سباب، يا ربي. جايين عندي غادي يمشيو يقلبوني انا بالزودياك ديالي. ها شحال وانا هذا عبد القادر ديال السعيديه هو اللي قارضي لنا الزودياك، وبهذا الزودياك باش جبدنا الميت يا خويا. ها هو، واللي بغى شي حاجه ها عبد القادر في الدمه. نشكرك خويا عبد الرحيم، الله يحفظك اخويا عبد القادر. الراجل الزين من علم هذا الضحيه هذا اللي مسكين هو البارح تنضرب، هو اللي جا جيري البارح بالقرطاس. ها هو الدرك الملكي ديال كيقولوا ديال السعيديه، هما جابوه في لابيلانس الاخوان.